انت مش مطلوب منك يا مدير انك تستحمل كل اللي حواليك علشان تبان ان انت مدير متعاطف، لان في الحالة دي انت هتكون مدير مستنزف. طب ايه الفرق بين الاتنين، التعاطف والاستنزاف؟ كلمة واحدة بس، ألا وهي الحدود. احنا لازم نعرف امتى نحط حدود نفسية، فما نسمحش ليه مشاعر اللي قدامنا وكلامه السلبي انه يدخل جوانا ونتفاعل معاه. وكمان حدود سلوكية، يعني اصلا اختار ايه الكلمه اللي هرد عليها وايه الكلمه اللي هسكت مش هرد اصلا. وكمان الانرجي بابل بتاعتي تكون جاهزه، ودي المسافه اللي بتفصل ما بين الحدث ورد فعلك انت، وده اول طريق القياده. طيب وده نعملها ازاي؟ خطوه عمليه تقدر تعملها من النهارده. اول ما تلاقي اللي قدامك دخل في طريق الكلام السلبي، الشكوى، المشاعر الاوفر اللي ممكن تاثر عليك، خد نفس واسال نفسك كده جواك سؤال: هو بيتكلم عني ولا بيتكلم عن مشاعره ومشكلته واحداثه هو؟ انت هنا بدأت اول طريق انك تبروتكت الانرجي بتاعتك، تحمي طاقتك. وده سيستم على فكرة، نظام انت بتسطبه كده جواك، بيحمي طاقتك من كل الضغط والدوشة اللي حواليك. لو عاوز تعرف اكتر، فدي الستيج نمبر 3 او اليوم الثالث من سيف يور انرجي بوت كامب، واللي هنتكلم فيه بالتفصيل عن ازاي تبني سيستم يحمي طاقتك.